السلام عليكم، رجعت لكم بفيديو جديد وبلاصة جديدة ودائما من مدينة مراكش، ولكن هاد المرة غادي نخرج شي شوية على المدينة، ماشي بعيد بزاف. بلاصة اللي هي زوينة عائلية، خصوصا وحنا مقبلين على الصيف ان شاء الله تعالى والعطلة الصيفية. فالواحد كيبغي فين يخرج، فين يخرج الوليدات، واحد الفضاء اللي هو عائلي زوين بزاف، واحد الفضاء اللي متسع ويعني كنقدروا نقعدوا في الهواء الطلق، مفوج كيعجب الوليدات بزاف، بالخصوص وان كما غادي تشوفوا معايا وكيف كتشوفوا معايا في الفيديو. في واحد المكان اللي هو مخصص للحيوانات الاليفه، وكذلك كاين حتى الالعاب. المهم غتشوفوا معايا كلشي في الفيديو، وعلى بركه الله. هو هذا المكان ديالنا، مقهى ومطعم لباب اللي كيتواجد على طريق تحنوت في الخرجه ديال مراكش، ما بعيدش بزاف على الشريفيه. فغادي نجيبوا واحد الجوله باش تشوفوا معايا المكان هذا. الحقيقه جينا الصباح، يعني مع شويه ديك 11 ونص، بحكم دوزنا النهار كامل وكانوا الوليدات فرحانين بزاف. فهنا البدايه غادي ندخلوا باش غادي نشوفوا المرافق اللي متكون منها المكان هذا. اول حاجه هنايا غادي تشوفوا لي تواليت اولا المراحيض اعزكم الله، كبارين متسعين. وبالنسبه للناس اللي غادي يضلوا النهار كامل يعني يقدروا هنايا يتوضاو باش غادي نتجهوا مباشره للمسجد. المسجد كي كتشوفوا معايا الباف تمايا، لان في كل توقيت اولا كل وقت راه كيكون الاذان، وتبارك الله كتقام الصلاه هنايا. يعني الناس اللي كيصليو راه كيجيو للمسجد هذا، فتبارك الله شوفوا معايا قداش المسجد رائع، ما شاء الله، بيت الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شي حاجه اللي زوينه، فضاء اللي باش تلقى فيه هكا مكان مخصص للصلاه، فما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الباب الثاني، يعني جوج ديال الابواب، باب اللي دخلنا منه والباب هذا، وغير قريب تمايا من البلايص اللي يعني جالسين فيها الناس. هنايا البلاصه هذه اللي غادي نوريكم حتى هي زوينه، فيها هاد الطبيلات بالكراسه. هنا كانوا الصباح مازال ما طلقوش البلاصه هذه. هنا غادي تشوفوا معايا الفضاء الوليدات الصغار فين كيلعبوا. الدنيا كتشوفها صراحه كانت ما عمرش بزاف، ولكن كاين متسع من الاماكن فين كيلعبوا الوليدات. الباب هذا اللي كتشوفوا معايا، الباب الكبير، فهذا مكان مخصص دايرين فيه مجموعه من الحيوانات. الصباح كيكون مسدود، ولكن ملي كتبدا كيجيو الوليدات وكتعمر الدنيا فكيعاودوا يحلوا. وهاد البلاصه كتعجب الوليدات بزاف بزاف وكيستمتعوا بها. ومع الاصوات اللي كيديروا الحيوانات اللي كيكون هنا، الصوت اللي كيدير الطاووس، الصوت اللي كيدير يعني كاين الفروج، كاينه القنيه، كاين حيوانات اللي هي اليفه كتعجب الوليدات، كيستمتعوا كيلعبوا كيعاودوا يتعرفوا على وليدات اخرين هنايا، كيلاحظوا كيسمعوا هذيك الاصوات كيميزوها. يعني كيكون واحد المكان اللي هو ترفيهي، وفي نفس الوقت كيقدروا يكتشفوا فيه حويجات جدادين، يعرفوا فيه سلوكات، يعرفوا يعني بزاف ديال الحويجات، بالرغم من واحد المكان اللي هو بسيط وكيعجبهم. فكما لاحظتوا معايا، فالحيوانات اللي كاينه هنايا كيف ما قلت لكم فهي اليفه. ما نخافوش على وليداتنا، ولكن واجب واجب الاحتياط ونوصيهم باش يردوا البال، يعني حتى بالطريقه ديال التعامل مع الحيوانات هذه. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا المرافق الاخرى. وكما كتلاحظوا فالفضاء راه كبير متسع مفتوح. الطبيلات والكراسه كاينين تحت شجر بالنسبه للناس اللي بغاو يجلسوا في الشجر لتحت. كاين كذلك يعني حتى القهوه من الداخل بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا غير كافي ديالهم، ويعني ويمشيو في واحد الوقت اللي هو محدود. هنا في هاد البلاصه هذه اللي جات شويه معزوله من جهه اخرى، هنا فين كاين البلاصه اللي كيوجدوا فيها الماكله. كاينين طويجنات بالنسبه للطاجين، طاجين بالخضره، طاجين يعني بالبرقوق. كي كتشوفوا معايا فالطويجنات هنايا كاينين تبارك الله زوينين متنوعين وعائليين. كاين بالنسبه لي بغى ياخذ الوليدات لي بيتزا، حتى البيتزا عندهم في حقها زوينه. شخصيا جربت عندهم بيتزا زوينه. كاين تاكوس، كاين لي فريت، لي سالاد، المهم كل واحد واشنو كيبغي. هذا الخبز ديال تنورت اولا تفرنوت اللي كيمشي مع المشويات. المهم بالنسبه للماكله فراه عندهم ماكله متنوعه ونقيه، وحتى الاثمنه في المتناول. وهذا المحل ديال الكزار، فانا في حق حاولت نصور شنو كان متواجد في الفيترينا، ولكن كتشوفوا هنايا راجع عليه الشعه، ما بينش الصوره مزيان. ولكن عندهم السلعه، عندهم الجوده، كتاخذ القياس اللي بغيتي بالنسبه الا بغيتي الناس اللي بغاو يديروا المشويات. وهكذا كان يعني هذا هو الاختيار اللي كنا اختارينا. فكنا خدينا القياس ديالنا ديال الكفته، كيطحنوها لك تمايا وكيطيبوها بالبصله ومع مطيشه كيكون الزيتون. في حقيقه شي حاجه اللي هي زوينه، وكما قلت لكم يعني حتى الاثمنه فراها مناسبه ومعقوله.
وغادي نرجعوا هنايا للداخل وبالضبط في الفضاء ديال الاطفال فين كيلعبوا الوليدات. فكما شفتوا كاين هاد البلاصه هادي، وكاين عاود هنايا من الجهه الاخرى البلاصه هادي عاود فين كيلعبوا الوليدات اللي هم صغارين. فهادوك لي بالونسواغ اللي كاينين تمايا حتى هما يا سيكوريزي، واللي مهم هما تحت الانظار ديالنا لي طابل قرابين بزاف من الالعاب ديال الوليدات. وهنايا غادي نختموا الفيديو ديالنا بهذا البريري ديال اتاي من الطبيعه. بصراحه اتاي عندهم زوين بزاف، كنتو من عشاق اتاي، وكانت هذه هي الجوله ديالتنا في فيديو مقبل ان شاء الله تعالى.